هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده اقول لك عن كام خطوه تعمليها قبل الشاور واثناء الشاور وبعد الشاور، هتخلي شعرك مترطب ترطيب فظيع فظيع فظيع، وهيقعد لاطول فتره ممكنه معاكي هو مترطب، مش هتحتاجي تغسليه كتير. فمش هسهر عليكي، وهاتي مشروبك المفضل ويلا بينا مع بعض نبدا. رقم واحد، اول حاجه خالص خالص خالص، انا برضو جبت المشروب بتاعي وجيت اتكلم معاكم. اول حاجه خالص هنعملها قبل ما ندخل ناخد الدش، دلوقتي انا داخله اخد الشاور بتاعي، فانا عايزه ابدا ااهل شعري علشان ادخل اخد الدش. قبل الشاور بتاعك بنص ساعه ربع ساعه على حسب وقتك، هاتي اي حمام كريم عندك الترطيب بتاعه كويس، واهم حاجه يبقى ترطيبه شديد شويه على الشعر. وهتجيبي كل اطراف شعرك من تحت وتروحي دهناها كلها بالحمام الكريم. انا جبت حمام الكريم، حطيته على الجزء ده كل اطراف الشعر كده كلها لغايه تحت، وسبته من ربع ساعه لنص ساعه. عرفت تغطي شعرك؟ اوكي. لو ما عرفتش اغطي شعري مش مشكله، بس ممكن اطول المده شويه، يعني وانا هسيبه ربع ساعه. لو مش هغطي شعري اسيبه نص ساعه، لو انا عايزه ربع ساعه على طول فاغطي شعري في ربع. عايزه اقول لك اصلا وانتي بتنزلي الحمام كريم من على شعرك، عشان ابدا استخدم الخطوات بتاعتي عادي في الحمام، احط الشامبو بتاعي واغسل شعري كويس وانضفه، هتلاقي ملمس شعرك في حته كبيره جدا، هتلاقي شعرك مترطب كده وطري، اصلا تحسي ان هو انا خلاص انا كده جميل قوي. طيب، لو انا مش عارفه نوع معين ممكن نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم الحاجات بتاعت بايو سوفت. الحاجات دي ترطيبها كويس قوي 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 على اطراف الشعر. وممكن نستخدم بتاع فاتيكا دول برضو انا بستخدمهم الفتره دي، بجرب الاتنين. ترطيبهم يا جماعه فائق فائق فائق. لو مش هقدر اجيب الغالي ممكن اجيب الرخيص وبرضو ترطيبه هيبقى كويس. طيب، دي اول خطوه خالص اللي قبل الشاور. اجي اثناء الشاور بتاعي وانا بشطف شعري، انا شطفت حمام الكريم خلاص، حطيت الشامبو بتاعي، حطيت حاجتي، نضفت الفروه كويس خالص، ونضفت اطراف شعري كويس. اعمل ايه بقى؟ فكرة وانا في نص الدش، شطفت شعري، خلصنا كله تمام كله زي الفل. هعمل ايه بقى؟ هتجيبي بلسم وتحطيه على اطراف شعرك شويه، وبعد كده تغسليه. واجيب حمام كريم برضو تاني، سواء هو النوع او نوع تاني، لو انا عندي اتنين بغير بينهم، واحطه برضو على كل الجزء اللي انا حطيت عليه قبل الشاور، اللي هو الاطراف كلها بمعنى اصح، واسيبه شويه. طب هسيبه شويه قد ايه؟ برضو هسيبه ربع ساعه او حاجه، او ممكن 10 دقايق لو خلاص الوقت بالنسبه لي صعب قوي. 10 دقايق ليه؟ لان انا مرطبه في الاول كويس. لو انا في الاول مش مرطبه كويس، ففي الشويه دول حاولي انك تعوضي الشعر من الشويه اللي انت عملتيهم من شويه وما كانوش كتير. ففي الوقت ده هسيب الشعر شويه حلوين. سبته، ما غطوش، سيبيه كده بقى خلاص، سيبيه يتنفس وياخد هوا، ما تغطوش. جه ميعاد ان انا اغسل شعري. انا عايزاكي تركزي كويس قوي في الاول دلوقتي وانتي بتغسلي شعرك. اطراف شعري ما اغسلهوش قوي، ما اغسلهوش بضمير. انا عايزاكي تخلي فيه نسبة حمام كريم بنسبة 5%. 5% بس، 5% بس. سيبيلي شوية حمام كريم في الشعر، ما تشطفوش كله لدرجة ان هو يفقد كل حاجة. سيبي حاجة صغيرة خالص 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 حمام كريم على الشعر، اللي هو ما تضرهوش، مش نسبة تضر الشعر، لا، نسبة تخلي الشعراية بتاعتي مترطبة مش مضرورة. واطلعي يا ست الكل، سرحي شعرك الحلو، حطي اي حاجة بتحبيها بديل زيت، سيرم، زيت، كريم، واعملي تسريحتك المفضلة واتفرجي على شعرك بعد ما ينشف ويفضل قاعد قد ايه طول الاسبوع معاكي وهو مترطب. عايزاكم تجربوا الهاك دي وتقولوا لي شعركم فضل مترطب قد ايه طول الاسبوع، ما احتاجتوش تغسلوه المره التانية وراها على طول. وقللنا من كتر غسيل الشعر عشان الشعر نفسه ما يتضرش. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني وجديد،